خليني اسالك سؤال. يا ترى انت مرتاح ماديا؟ اصل كلمه مرتاح ماديا مش لازم تكون غني جدا او غني. يا ترى انت مبسوط ماديا؟ مبسوط من دخلك؟ لو لا، طب ايه اللي عملته عشان تحسن دخلك؟ ايه الفكره اللي عملتها عشان تغير عارف الحاله اللي انت فيها؟ انا في وقت من الاوقات كنت واخد تاكس هنا، وبعدين التاكسي بيقول لي عدت من جنبه عربيه مرسيدس، والقصه دي تحفه انا بحب احكيها. اول ما شاف العربيه المرسيدس معديه راح قال لي تعرف يا فندي بتوع المرسيدس دول كلهم حراميه. قلت له تحب يكون عندك مرسيدس؟ قال لي انا مش حرامي. قلت له تعرف حد عنده مرسيدس ومش حرامي؟ قال لي اه الحاج عبد الله. قلت له تحب تكون زي الحاج عبد الله؟ غيرت له ادراكه في لحظه. وتعرف لو اديت له فلوس اول حاجه هيعملها ايه؟ هيشتري مرسيدس. بس اسهل انه يشتم اللي بره ان كلهم نصابين وحراميه. طب ما توريني انت عملت ايه؟ فانا بساله انت بالك قد ايه؟ 30 سنه، هل فكرت تشتري التاكسي ده؟ فكرت تعمل حاجه عشان تاخده؟ فكرت حاجه عشان تحسن نفسك؟ انت عارف اي حد ناجح اساله نجحت ازاي؟ اسال شوف نجح ازاي. ما عندكش فكره عن التعب اللي تعبه، هتلاقيه بدا من تحت الصفر. انا اشتغلت شغلتين، كنت انا باخد دولار في الساعه، تقعد تشتغل ساعه هشتغل دولار. يعني اي حد هنا كان بيكسب اكتر مني بكتير، وكنت بحط كنت بحط وقت كبير واتعلم معاهم وهكذا. ربنا سبحانه وتعالى عاوزك تتحرك وتنجز وما تخافش، ان الله لا يجعل من احسن عملا. لو انت مش مبسوط من دخلك المادي، هل فكرت تحسنه ازاي؟ بطريقه لا تغضب الله سبحانه وتعالى؟ هل فكرت تعمل اي حاجه مختلفه؟ هل فكرت تحسن في مهاراتك ومعلوماتك بحيث ان فعلا تقدر تقدم في حياتك؟ ما لما انت قاعد وتقول انا مش مبسوط. واحد قال لي مره كنت في التلفزيون، قال لي يا دكتور لو انت خسرت كله يعني لا قدر الله تعمل ايه؟ ابدا تاني من تحت الصفر. ابدا تاني من تحت الصفر. هي مساله وقت باذن الله. انت عارف في حكمه، الحكمه دي هي حكمه هنديه، قالت لك لو جمعوا كل الفلوس اللي في العالم وحطوهم في غرفه واحده وزعوهم على الناس بالتساوي، الناجح هيبقى انجح والفاشل هيبقى افشل، لان الناجح عنده استراتيجيه ان يصرف 10% ويستثمر ال90، الثاني هيصرفهم كلهم وبعدين يقعد يصرخ. ومن ضمن الادله على كده الناس اللي بتكسب اللوتريه بره، بيكسب اللوتريه بيكون فيها مليون واثنين وثلاثه، اكتشفوا في خلال 5 سنين بيبقى فقير جدا، لانه مش متعود ياخد الفلوس دي، مش شايف نفسه ياخد الفلوس دي كلها، فبيقعد يعمل بيها يعني يشتري ويصرف، محروم، فبيشتري ما بيفكرش انه يستثمر فيها. انت عارف اي فلوس اي حاجه ممكن تنتج بيها، ممكن تستثمر بيها. وعلى فكره كتب الاستثمار في منتهى الروعه، والكلام ده مش كلام فارغ. واحد يقول لك طب انت عارف انا عايش ازاي هنا؟ خدوا بالكم، بفرض واحد مثلا حد بياخد 200 جنيه في الشهر هنا وعارف يمشي نفسه بيهم، وبعدين خد 300 برضه بيصرفهم كلهم ومش عارف يمشي نفسه بيهم، لان ال 200 كان بيزنق نفسه، لما جم ال 300 وسع وبرضه بيزنق نفسه. الله، طب ما تصرف 250 وخلي 50. لما تبدا تفكر بطريقه استراتيجيه هتلاقي نفسك. تعرف انا عجبني جدا اللي قاله هنري فورد لما كان بيعمل التي موديل، لما فلس 8 مرات وقال لك لما ابقى مليونير هعيش كمليونير، لو بقيت ملياردير هعيش كمليونير، لان لو عشت كملياردير هصرف كل اللي عندي. ناس بتستثمر، عارف ازاي بيستثمر فلوس ويعيش بيها ازاي؟ قوه التحسن المستمر. عايز تحسن نفسك باستمرار، ما تخليش يوم زي التاني، النهارده خليه افضل من امبارح، انت النهارده اكبر من امبارح، ما تضيعش وقتك، ما تخليش كل يوم زي التاني، لانك سنك اتغير، الدنيا مليانه افكار جديده، اقرا فتش دور وتلاقيه باستمرار يسالك. فزي ما قلت لكم باستمرار، وبعدين تشاينتين المرونه التامه. لما نيجي نتكلم بالاسلوب ده، طب والتحسن المستمر؟ انت عندك الرؤيه الواضحه والتحسن المستمر. الرؤيه الواضحه زي ما اتكلمنا عليها دي حاجه من ضمن الحاجات الاساسيه في تحسين الشخصيه. فانا عارف بالظبط انا رايح فين، لان لما انتش عارف انت رايح فين هتحققها ازاي؟ يعني لما حد مثلا، انا بسال مثلا كتير جدا ناس توقفني في سواء هنا او بره، حد يوقفني يقول لي دكتور ابراهيم انا يعني الحمد لله جيت في الوقت المناسب، عايز اسالك سؤال، انا مش قادر احقق اهدافي. فانا اساله السؤال، هي ايه هدفك؟ مش عارف. ازاي تحقق حاجه ما انتش عارفها؟ طب انت عارفها بالتحديد؟ عندك برنامج زي ما سالتكم قبل كده في الجزء الصحي، عندك برنامج، عندك رؤيه واضحه، برنامج مكتوب، عارف بالظبط انت عايز ايه في اليومين دول، عايز بالظبط انت عارف ايه في خلال سنه، عايز بالظبط انت عارف ايه بعدين. في ناس كتير تقول لك ما تكتبش الكلام ده لانه مش مظبوط. مش مظبوط ازاي؟ انت بتفكر عيش لدنياك كانك تعيش ابدا، والاخره كانك تموت غدا، فانت عمال تخطط. ليه لا؟ يعني لو مت خلاص، لو حصل تغيير بتتعود انت وبتتعلم منه وتحط نفسك تاني في الفعل، بس لازم تخطط لحياتك. انت عارف اما حد يقول لي انا ما بشتغلش باهداف، انا سالت كذا واحد على فكره، مدراء كبار في بعض، لما كنت بكتب كتاب من كتبي اللي هو اخيرا قوه التفكير،
كنت بكتب حته عن التخطيط الاستراتيجي. بسال شخص مدير، قلت له عندك اهداف مكتوبه، عارف بالتحديد انت عايز ايه، عارف امكانياتك وقدراتك، عارف التحديات اللي ممكن تقابلك وازاي تحلها مقدما؟ قال لي لا ما اعملش كده. قلت له بتسافر؟ قال لي كتير. قلت له ممكن تسافر وانت مش عارف انت رايح فين؟ قال لي لا طبعا. ممكن تسافر ما تقطعش اي تذاكر وتروح المطار تفتش على تذكره هناك؟ قال لي لا طبعا. ممكن تسافر وانت مش حاجز في الفندق اللي انت رايح البلد اللي فيه؟ قال لي اطلاقا طبعا. ممكن تسافر مش مجهز حد يستناك في المطار او تاخد تاكسي يوديك لغايه الفندق؟ قال لي لا طبعا. ممكن تسافر مش باخد معاك فلوس عشان تقدر تصرفها هناك؟ قال لي لا طبعا. ممكن تسافر ومش عارف انت رايح ليه اساسا هناك؟ قال لي لا طبعا. ممكن تسافر ولو حصل حاجه تغير وترجع تاني وتزعل؟ قال لي لا طبعا. قلت له شوف انت بتعمل ايه؟ الاسئله اللي سالتها لك دي كلها في التخطيط، يعني بتخطط لسفريه مسافرها وهترجع تاني، مش هتعملها كده. طب وحياتك بحالها، رحله حياتك بحالها ما تخططلهاش؟ ماشي كده وانت وحظك. التخطيط الاستراتيجي للحياه زي التخطيط الاستراتيجي لشركه او هيئه او مؤسسه او حكومه حتى. في شويه اسئله هقدم لكم بعدين ان شاء الله لما نتكلم نخلص كل الاركان السبعه. فانت اول حاجه الرؤيه الواضحه، انت رايح فين بالتحديد؟ انت عاوز ايه؟ اللي انت عاوزه. ناس تبعت لي ايميل وكلمني في التليفون واحد يا دكتور انا عندي هدف وعايز احاول، اقول له لو سمحت اكتبه لي عشان ارد عليك، اكتبه لي واكتب لي على الاقل 5 اسباب عاوزه ليه. ايه السبب انا بقول له كده؟ كتابه الهدف 50% من تحقيقه. معنى الكلام ده معقوله؟ طبعا. انتوا عارفين الانجاز المهني اساسا الناس بتركز عليه لان لو ما فيش شغل يبقى ما فيش فلوس، لو ما فيش فلوس يبقى ما فيش اكل، لو ما فيش اكل يبقى هموت. دي دوره اتكلم عليها فرويد من زمان، سماها الدوره الذهنيه. فلما تيجي تقول لك انا ما عنديش شغل والشغل انجاز والشغل بيديني اهميه، بالشغل بيحسسني بمعنى للحياه، لو ما عنديش شغل يبقى ما فيش معنى لحياتي، لو ما عنديش فلوس يبقى هعيش ازاي؟ هعتمد على الناس، يبقى احس ان انا ضايع. فالناس تركيزها على الشغل، دي ما فيهاش عيب اطلاقا، كل ما في الامر تكون ملتزم في الباقي كمان، فتبقى انت بتعملهم كلهم زي ما اتكلمنا اول ما بدانا بديتهم. انت دلوقتي هسالك سؤال، يا ترى انت بتشتغل؟ بفرض انك بتشتغل، بتحب شغلك؟ لان في ناس كتير تقول انا بحب شغلي. انت بتجهز نفسك للتميز، انت بتجهز نفسك للامتياز في الحياه. يعني ممكن تكون بتشتغل شغلانه بسيطه جدا لكن بتعملها بطريقه بكفء. ايه السبب؟ بتجهز نفسك للي بعده، وطول ما انت بتدي الله سبحانه وتعالى طمنك ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. حطها في الفعل وقيم نفسك وعدل وتعلم عارف، حسن نفسك باستمرار. وقت ما كنت بشتغل هنا في الفنادق ولفيت لف لن تتخيله هنا في الفنادق عشان اتعلم، وبعدين سافرت بره وبدات من تحت الصفر. واحد يقول لي معقوله بتشتغل كغسيل الصحون؟ انا عمري ما كنت بغسل صحون، انا كنت في اول سلمه للاداره العليا، دي سلمه مش سلالم لان معظم المدراء مش عاوز يكون هناك. انا قلت اتعلم بيعملوا ايه دول، وكنت متميز جدا، كنت اعرف، كنت بكلم 3 لغات وعندي 3 دبلوم، ومع ذلك برضه عينوني هناك مفيش مشكله، اشتغلت فيها، كنت متميز جدا، بديهم افكاري، كان مديري ياخدها وياخد هو يعني ياخد الكريدت فيها، لا ما يهمنيش. المهم ان انا عارف ان افكاري بتتنفذ، وشويه شويه 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 كنت بتغير من مكان للتاني لغايه ما وصلت للمدير عام اللي انا اساسا مجهز نفسي له. هي سلالم كل واحده بتطلعك للتانيه، وبعدين بتتعلم على قد ما بتقدر وبتحسن نفسك. في الوقت ده كنت بدرس في جامعات مختلفه، فدرستها بالفرنساوي وبالانجليزي وتعلمت الماني. عارف بتتعلم عشان تقدم نفسك على قد ما تقدر. ليه لا؟ يعني حسن نفسك كل يوم. عندنا وقت، الوقت عندك طول ما انت عايش عندك وقت تستغله مظبوط. فلما تبص تلاقي الجزء المهني ما بتشتغلش ليه؟ ما فيش شغل، ربنا طمنك ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. انت عارف انا اول ما وصلنا كندا قالوا لنا ما فيش شغل، وعارف اول ما شافني قال لي اللي جابك هنا يا راجل؟ ما تضيعش وقتك، انا ما بشتغلش، روح ارجع بلاش كلام فارغ. طب تعال نروح على شلالات نياجرا، اقضي لك كده اسبوع وبعدين نرجع ادور على شغل. انا اطلاقا. قلت لهم لما الاقي شغل هبقى اطلع اتفسح. ونزلت اول يوم لقيت 3 شغلانات كلهم في غسيل الصحون. ما عنديش اي مشكله، هبدا في مكان ما، لازم ابدا في مكان ما، ادخل دخلي انا الشخصي. كنت احسن واحد يغسل صحون في كندا، بتغسل، متميز جدا، بتعمل وترتب وتنظم وتعمل، وشويه شويه 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 بتطلع، وبعدين نبقى نتفسح. ولقيت شغل. قال لي بتشتغل ايه؟ قلت له بشتغل مدير عام مكنه، انا بغسل المكنه دي، انا المدير العام بتاع المكنه دي. وهناك ياما شفت من تحديات، لكن بتبدا في مكان. وكنت درست اللي انا درسته بالفرنساوي ودرسته تاني بالانجليزي، وفضلت كده ودراسات تدعم نفسك عارف بالدراسات المناسبه وبالعلاقات اللي ممكن تفيدك. وشويه شويه شويه كانت الرحله صعبه جدا ورهيبه فعلا، لكن برضه في الاخر بقيت مدير عام اللي انا كنت عاوزه.
وهناك كان في تحديات اكبر على قدك، وشفت كتير هناك، وهناك فوق شويه خسرت كل حاجه. وربنا سبحانه وتعالى باستمرار افتكر الجمله دي. قبل ما نطلع كده لحظات كده، ناخد كده كم ثواني هي، نرجع تاني على طول. ربنا سبحانه وتعالى بيجهزنا كلنا للخطوات اللي جايه في حياتنا. فممكن تكون ماشي كده وانت متعود على كده، وفجاه تلاقي نفسك رحت مغير طريقك ورحت رايح هنا وهنا، تبقى نفسك متضايق وتعبان، وليه وش معنى يا رب، وش معنى انا وانا انسان كويس. وبعدين تمشي هنا تبص تلاقي لما تيجي تبص لك تقول تعرف سبحانك يا رب، دي احسن حاجه حصلت في حياتي. انا كنت ماسك في حاجه ما تستاهلش، كنت ماسك في حاجه مليانه تحديات، كنت ماسك في شغلانه ما بقبلهاش، كنت قاعد في علاقه بنقتل بعض فمش عارف اعيش. التغيير خلاك توصل للطريق اللي انت ما كنتش عارف انك ماشي فيه كويس.